رسميا جوزيه بيسيرو مدرب لنادي الزمالك لمده موسم ونص. من دقائق اعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن رحيل كريستيان جروس وجهازه الفني بالكامل، وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب جديد لنادي الزمالك لمده سنه ونص مع جهاز فني اجنبي كامل، باستثناء وجود ايمن عبد العزيز كمدرب مساعد مصري. انا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، انا ما عنديش ادنى مشكله ان كريستيان جروس يمشي او ان كريستيان جروس يقعد. انا كل اللي همي ان الناس اللي اخذوا القرار يكونوا اخذوا القرارات دي بناء على تخطيط ومعطيات. مش لا يا عم الناس متضايقه، ابتدت تتضايق من جروس والدنيا مش ماشيه، مشيه وهات فلان الفلاني. هل انت مشيت جروس وفقا لمعطيات وتخطيط؟ لو عملت كده يبقى اهلا بيك، اوكي مفيش مشكله. فعلا الاداء سيء، الاداء ما بيتحسنش طول الفتره بتاعت جروس مع النادي، فما عنديش اي مشكله انك تمشيه. هل وانت بتتعاقد مع بيسيرو انت عارف ان هو مناسب لسكواد مثلا في نواقص كتير زي السكواد بتاعنا، ولا هو من المدربين اللي بتنجح مع السكواد القوي الجيد؟ ما بتفرق. يعني مثلا في بيب جوارديولا نفسه، جوارديولا متعود يلعب مع سكواد فيه جودة فنية عالية، لكن جوارديولا لو رحت مسكته فريق فيه لعيبة عادية مش هينجح معاهم على الإطلاق خالص، عكس مدربين تانيين. يورجن كلوب مثلا كان يقدر يعمل من اللعيبه نجوم، يقدر يمسك فريق ما عندوش جوده فنيه عاليه جدا ويحقق بيه بطولات. فهل انت لما جيت اخترت بيسيرو، اللجنه الفنيه اللي تم الاعلان عنها وهنتكلم عليها كمان شويه، عارفه ان انت عندك سكواد ناقص وفي مشاكل كتير جدا، واظن كل الناس عارفاها، ان الراجل اللي جاي ده هيقدر يتعامل مع المشاكل دي وهيقدر يطلع من القماشه اللي تحت ايده نجاح؟ معرفش. ده الكلام الوحيد. لكن ان جروس يمشي ما فيش مشكله، يمشي جروس. حتى الناس اللي زعلانه فهي زعلانه على ذكريات الراجل معانا، يعني ان احنا بنحبه، وان هو الراجل لما كان موجود في 2019 قدم كره جيده وكسب الكونفدراليه وعمل اداء كويس. فحتى الناس اللي زعلانه مش زعلانه على القرار ولا شايف ان هو غلط، لا هي بس مجرد عواطف يعني. الناس ما عندهاش مشاكل خالص ان جروس يمشي، ولكن نتمنى ان يكون الاختيار جه وفقا لتخطيط ورؤيه، مش لمجرد ان مشي الف وهات ب، وب ده يلعب 5 6 7 ماتشات فيلعب وحش فتروح ممشيه، عشان انت مشكلتك الاساسيه اصلا هي مشكله سكواد مش مشكله مدرب. نيجي للخبر الثاني. في نفس البيان اللي نزل من نادي الزمالك تم الاعلان رسميا عن تشكيل لجنه الكوره، لجنه التخطيط في كل كره القدم في نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب، وعضويه 3 اشخاص: احمد حسام ميدو، حازم امام، وعمرو الجنايني. ده خبر جميل جدا، ممتاز جدا. ممتاز مبدئيا ان انت بقى عندك لجنه تخطيط فيها اسماء جيده، فيها رئيس النادي كممثل لمجلس الاداره، وفيها 3 اسماء قويه جدا، اتنين لعيبه كوره كبار في تاريخ نادي الزمالك وتاريخ الكوره المصريه، وراجل ادارجي شاطر زي عمرو الجنايني. لان فعلا انا شايف ان هو ده الخبر المهم الاهم من خبر تعيين مدير فني. لكن الاهم كمان ان اللجنه دي هتعمل ايه بقى؟ هل هتبتدي تحط منظومه كره قدم حقيقيه زي ما احنا بنتكلم بقالنا كتير جدا؟ هيبقى عندك قطاع ناشئين بشكل مختلف، هيبقى عندك لجنه كبيره، فريق كبير من المحللين الاداء، فريق كبير من الكشافين، علشان تقدر تتغلب على فروق الموارد الماليه اللي ما بينك وما بين المنافسين الحقيقيين اللي معاك اللي هو الاهلي وبيراميدز. ده اللي احنا هنشوفه الفتره الجايه، وبالتوفيق لبيسيرو. خلاص الراجل جه، كل الناس ورا الفرقه، كل الناس ورا المدير الفني الجديد. نتمنى ليهم النجاح اكيد يعني. احنا داخلين على منعطف مهم جدا. الماتشين ال4 ماتشات اللي فاضلين من الدوري، سواء بتروجيت والاهلي والماتشين اللي وراهم، هيفرقوا كتير في المرحله اللي جايه من الدوري. هنرجع خلاص في اخر مارس او اول 4 للكونفدراليه، الادوار الاقصائيه. فاحنا داخلين على مرحله مهمه، وان شاء الله خير. يعني لعل التغيير دوت حتى من الجانب النفسي، ان هو دايما لما مدير فني جديد بيجي اللعيبه بتفوق كده وبتحب تظهر نفسها وبتاع. فنتمنى ان ده يحصل عندنا واحنا ورا الزمالك طول الوقت.